السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلية صباحك فل وورد مساءك. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن القانون الأول لتغيير السلوك، وما شفتش الحلقة اللي فاتت هسيب لك الرابط تحت. وفي الحلقة دي هنتكلم عن القانون الثاني لتغيير سلوك، وهو اجعلها جذابة. لما خلق الله آدم عليه السلام قال له في سورة البقرة: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فالملعون يسيبهم في حالهم؟ لا، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. طب الشيطان أخرجهم إزاي من اللي هم كانوا فيه؟ وأخرجهم إزاي من الجنة؟ قال الله تعالى في سورة طه: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي سورة النمل قال الله تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وعشان الشيطان يخرج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة خلاه يشوف انه لو كان منها هيبقى عنده ملك كبير جدا وهيبقى مخلد، وخلى الشجرة في نظره لا تقاوم لدرجة ان هو عصى ربه. فالشيطان خلى الشجرة جذابة جدا لسيدنا آدم لدرجة انه عمل الفعل العظيم جدا ده. ومعظم الافعال اللي احنا بنعملها عشان جذابة، زي مثلا الهدوم اللي بنشتريها عشان بنلاقيها معروضة في المحل على المانيكان ابو عضلات اللي جسمه تقريبا مفيش فيه غلطة، فبتقعد تتخيل نفسك مكانه وان الهدوم دي هتبقى عاملة عليك كده بالظبط، بس في الحقيقة انت لما بتروح تلبسها بتلاقي حتة خرقة. وزي اعلانات الاكل والوجبات السريعة اللي احنا بنشوفها، تلاقي السندوتش بص مفيش فيه غلطة، تلاقي الجبنه سايحه نازله كده، نازله سايحه، والسندوتش شكله من بره بص تاكله كده، عاوز تاكله وطلعه وتاكله من الصوره. وقرمشه البطاطس بقى والجبنه الموتزاريلا وهي بتمط معاك، وليله كبيره سعادتك، ويقعد يقول لك بقى دوق طعم مش عارف ايه مخلوط مع طعم ايه بيوصلك لفين ويوديك في حته تانية، وانت مش انت وانت جعان. ومعظم الاكل ده بيبقى مجسمات اصلا، ما بيبقاش حقيقي. وبيختلف نوع الجذب من شكل الاكل لطعم الاكل لاحساس الاكل لريحه الاكل. وزي الاوريو مثلا تلاقيها مقرمشه من بره وناشفه جدا، ومن جوه تلاقيها تحس كده ان هي بتطبطب على بقك. وكل دي مؤثرات فوق طبيعيه، وكل شركه بتصرف وتكلف وتفنن عشان تخلي منتجاتها جذابه بطريقه ما، عشان انت لما تبقى زبون هتشتري المنتج كل مره وتتعود عليه، فبالتالي مبيعاتهم هتزيد. ومن هنا نعرف ان جزء اساسي ومهم جدا عشان تكرر الفعل ويبقى عاده، ان الفعل ده يكون جذاب عشان تتطوق له كل مره. وعلى مدار الحلقه دي هنعرف ازاي نخلي عاداتنا لا تقاوم. وبالرغم ان مش ممكن نحول كل عاداتنا لمؤثرات فوق طبيعيه، بس ممكن نخليها اكتر اغراء. وعشان نعمل كده لازم نفهم الطوق بيشتغل ازاي. ولو مش عارف يعني ايه طوق اتفرج على الحلقه اللي فاتت عشان فاتك كتير، فخد لك لفه كده في القناه. ونبدا بالبصمه البيولوجيه اللي بتشارك في كل العادات، والاشهر من المشبك على دمياط الهرمون والناقل العصبي الدوبامين. مش عارف ليه المقدمه دي، بس كان لسه شويه وكنت هسلمه جايزه. وظهرت اهميه الدوبامين سنه 54 لما علماء الاعصاب عملوا تجربه على الفئران وغرسوا اقطاب في دماغهم عشان تمنع افراز الدوبامين، فامتنعت الفئران عن الاكل والشرب والتزاوج وفقدت الرغبه في الحياه، ويومين ثلاثه ماتوا من العطش. وتجارب تانية عملوها لما جابوا محلول سكري وحطوه في بق الفئران اللي ممنوع عنهم الدوبامين، واتفاجئوا من النتائج. ظهرت علامات السعاده على وجوه الفئران، وعلى الرغم من ان مفيش دوبامين بيفرز، بس الفئران حبت المحلول السكري زي ما كانت بتحبه قبل كده. والحكايه كلها ان في غياب الدوبامين ما كانش عندها الرغبه، بس هي كده كده لسه بتحس بالمتعه عادي. ولما عكسوا التجربه وغرقوا مركز المكافاه في الدماغ بالدوبامين، لقوا ان الفئران بقت تعمل العادات بسرعه كبيره جدا. يعني في مره من المرات لما كانت الفئران بتدخل دماغها في صندوق كده، كانت بتاخد دفعه دوبامين قويه جدا، وفي ظرف دقائق بقى الفئران عندها طوق شديد جدا لدرجه انها كانت بتدخل مناخيرها في الصندوق 800 مره في الساعه. وده ما بيختلفش عن البشر، ده لاعب القمار العادي بيلف المكنه 600 مره في الساعه. وطبعا القمار ده حرام وليه اشكال كتير جدا ظهرت مؤخرا، يعني زي مثلا التداول، لعبه الطياره اللي ظهرت مؤخرا اللي في اطفال بتلعبها وفي ناس كبيره بتلعبها برضه. وللاسف في ناس ما تعرفش ان ده حرام، لان ربنا قال في كتابه العزيز: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون. والميسر اللي هو القمار، واي سلوك بيؤدي لتشكيل عاده زي المخدرات والوجبات السريعه والعاب الفيديو وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. والسلوكيات المعتاده الاساسيه زي الاكل والشرب والتواصل مع الناس مرتبطه بمستوى اعلى من الدوبامين. والدوبامين ما بيفرزش عند المتعه بس، لا ده بيفرز لما تتوقع الشعور بالمتعه، فانت بتحس بدفعه دوبامين كبيره وانت مستني البيتزا اللي انت طالبها ولسه ما جتش، وانت عمال تتخيل طعمها وقوامها في بقك. بيكون الدوبامين اكتر من وانت بتاكلها فعلا، او كميه الدوبامين اللي بتفرز وانت مستني تليفونك الجديد، مش زي بعد ما يجي لك طبعا. فالمناطق المخصصه في الدماغ للرغبه اكتر بكتير من المخصصه في دماغك للاعجاب. وعلى سبيل المثال الباحثين لقوا ان 100% من النواه المتكئه بينشط وقت الرغبه، و10% بس اللي بينشط وقت الاعجاب بالمكافاه. والنواه المتكئه دي جزء مهم جدا في الدماغ مسؤولة عن المكافأة، وتخصيص المناطق دي في المخ للرغبة والطوق ده دليل على أهميتهم وإنهم المحرك للسلوك. ومن هنا نعرف أهمية القانون الثاني لتغيير السلوك، وهو خليها جذابة. وعشان تخليها جذابة استخدم الاستراتيجيات دي. وأول استراتيجية إنك تعمل العادة الأكثر جاذبية ليك وتلحم فيها أو بعدها العادة اللي أنت عاوزها تبقى جذابة. بمعنى إن أنت مثلا بتحب تشرب قهوة أو شاي وعاوز تقرأ، بس أنت ما بتحبش تقرأ، ممكن تربط القراءة مع القهوة اللي انت بتحب تشربها. او مثلا انت بتحب تتمشى وعاوز تسمع بودكاست او درس مثلا للاستاذ الدكتور احمد عبد المنعم، وبتحس ان البودكاست او الدرس طويل عليك، ممكن تسمعه وانت بتتمشى. او مثلا بعد ما اشرب كوبايه القهوه اراجع حساباتي كده مع نفسي واشوف انا فين من ربنا. او بعد ما اتفرج على الماتش هجيب طلبات البيت. وتاني استراتيجيه بقى هي الانتماء لمجموعه. فالبشر بيحبوا ينتموا لمجموعات، فالناس اللي بيتعاونوا مع بعض ويترابطوا بيحسوا بامان اكتر وفرصتهم في التزاوج بتبقى اكبر. ونتيجه لده فان من اجمل الرغبات البشريه هي الانتماء لدين، لاسره، لشله. الانسان بطبيعته يحب الانتماء، حتى انسان جاي من ونس. وربنا لما خلق سيدنا ادم خلق من ضلعه حواء عشان تؤانس وحدته. والانتماء ليه تاثير كبير على سلوكياتنا، فاحنا ما بنختارش عاداتنا الاولى، احنا بنتاقلم عليها وبنمشي على السيناريو اللي ديننا او اسرتنا او صحابنا والمجتمع حطه لنا. وكل مجتمع ليه توقعاته وعاداته ومعاييره. اما انك هتتجوز اصلا ولا لا، وهتتجوز امتى، وعدد الاطفال اللي هتخلفهم، وايه المناسبات اللي هتحتفل بيها، وفلوسك هتصرفها ازاي. وبطرق كتيره بتكون المعايير الاجتماعيه بمثابه قواعد خفيه بترشد سلوكنا كل يوم، ودايما بتبقى في عقلك حتى لو انت مش حاططها قدامك بشكل واعي. واحنا بنتبع سلوكيات الثقافه او المجتمع اللي بننتمي ليه من غير تفكير. وانك تكون منتمي لمجموعه ده ما بيحسسكش بالتقل من سلوك معين المجموعه بتعمله. لو انت اتولدت في اسره متدينه فالصلاه بالنسبه لك مش هتبقى تقيله، ولو انت اصحابك ميم لوردز فهتحب تشاركهم عشان يعرفوا انك مش نيرن. وزي مثلا لو دخلت جروب ميمز في كل حاجه حواليك هتبقى ميم ماتيريال، ولو ما لقيتش حاجه ميم ماتيريال هتعمل نفسك ميم ماتيريال. واحنا بنحاكي او بنقلد 3 مجموعات تحديدا. والمجموعه الاولى المقربين اللي هي الناس اللي حوالينا وكده يعني، والمجموعه الثانيه الكثره، والمجموعه الثالثه الاقوياء. وكل مجموعه بتقدم فرصه للاستفاده من القانون الثاني لتغيير السلوك وتخلي عاداتنا اكتر جاذبيه. ونيجي لاول مجموعه وهي القريبين لينا المقربون، ودول ليهم تاثير كبير جدا على سلوكياتنا. فاحنا بنلقط عاداتنا من الاشخاص المحيطين بينا، زي مثلا الطريقه اللي بيتعامل بيها الاباء في الخلافات، والطرق اللي بيتصالحوا بيها. وفي كتير من الاحيان بنقلد سلوكيات الاشخاص اللي بنحبهم وبنتعامل معاهم كتير. وفي البيت مثلا هتلاقي ليكوا طريقه معينه في الكلام، ومع اصحابك كنتوا خارجين ليكوا طريقه تانية خالص في الكلام. قاعده عامه كده، كل ما بقيت قريب من حد كل ما احتماليه انك تقلده هتزيد. فاصحابنا واسرنا بيمارسوا علينا نوع خفي من ضغوط الاقران ممكن يجذبنا تجاهه، وبتكون دي حاجه سيئه لو انت محاط بنماذج سيئه. وده بينطبق على كل حاجه في الاكل والشرب والتصرفات حتى طريقه التفكير. ومن الامور الفعاله لبناء عاده هي الانضمام لمجموعه او ثقافه تكون العاده اللي انت عاوز تكتسبها تكون شيء طبيعي بينهم وبيعملوها كتير. فالعاده الجديده بتبقى اسهل في تحقيقها لما تلاقي اللي حواليك بيعملوها كل يوم. يعني انت مثلا عاوز تلتزم، فما ينفعش تصاحب ناس ما بتصليش وبتشرب سجاير وتقول انا هبطل سجاير وهصلي، فانت كده بتضحك على نفسك. وعلى فكره انت هتقف قدام ربنا لوحدك، كله هيقول نفسي نفسي، محدش هينفعك منهم. وعشان تستخدم الاستراتيجيه دي عشان تخلي عاداتك جذابه، انضم لثقافه او مجموعه تكون السلوك اللي انت عاوزه يبقى عاده يكون حاجه طبيعيه بالنسبه لهم وبيعملوها على طول، ويكون في حاجه مشتركه بينك وبين افراد المجموعه دي بتشترك معاهم في حاجه، زي مثلا بتشجعوا نفس الفريق، فده بيحسسك بالانتماء. والانتماء بيغير رحلتك الفرديه لرحله جماعيه ويزود التحفيز ويحافظ عليه، وهويتك بتبقى مربوطه بهويه اللي حواليك حتى لو الفريق كحيان او ما بيكسبش.
تكسبش، سنظل أوفياء. وتبدأ الهوية المشتركة في تعزيز هويتك الفردية وتساعد السلوكيات إنها تدوم لفترة طويلة. ونيجي لتاني حاجة بقى، وهي محاكاة أو تقليد الكترة. فاكر المرة الوحيدة اللي أنت كنت مذاكر فيها قبل الامتحان كويس وداخل اللجنة كده وأنت منشكح؟ فاكر بقى السؤال اللي أنت كنت عامله ومتأكد إن هو صح 100%، بس اللجنة كلها كانت عاملة إجابة تانية ومتفقين عليها، وكل ما تسأل حد يقول لك نفس الإجابة لحد ما شكيت في نفسك وعملت الإجابة زيهم؟ أنا كنت متأكد مع إنه كنت شاكك. هي دي بقى محاكاة الكترة. فلو كانت الإجابات مختلفة وكل واحد عامل الإجابة ما كنتش هتتأثر كده وتغير إجابتك. واحنا دايما بنقول نعمل زي ما الناس بتعمل، ما الناس كلها بتعمل كده، بس في هنا حاجة سلبية. فعادة السلوك الطبيعي للمجموعة بيغلب سلوك الفرد حتى لو هو غلط والفرد هو اللي صح. وفي دراسة اتعملت على شمبانزي اتعلم طريقة فعالة لكسر جوز الهند وهو في المجموعة بتاعته، وبعدين نقلوه لمجموعة جديدة بتستخدم طريقة أقل فعالية، فلقوا إنه بيتجنب الطريقة الأفضل عشان يندمج مع المجموعة الجديدة والبشر ما يختلفوش. ففي ضغوط داخلية كبيرة عشان تمتثل لمجموعة. عادة مكافأة القبول في مجموعة أكبر من مكافأة إنك تكسب جدال أو تظهر بمظهر جميل، وفي أغلب الأحيان هنفضل إننا نكون غلط وسط مجموعة أحسن ما نكون صح لوحدنا، لأن العقل البشري بيحب يندمج مع الآخرين وده سلوك طبيعي في البشر. وممكن نتغلب على الأمر ده بإننا نتجاهل الجماعة وفكك من كلام الناس. قال رجل حكيم ذات مرة: كلام الناس تحت رجلك يعليك. هتقول أنا أول مرة أسمع الحكمة دي، هقول لك ما أنا لسه مالفها الوقت. وإنك تفكك من الناس دي حاجة محتاجة مجهود كبير جدا، فمعارضة المجتمع محتاجة جهد زيادة. ولما تتحدى المجتمع والمجموعة عشان تغير عاداتك فبيكون التغيير غير جذاب، والعكس لو هتغير عاداتك بالاندماج في مجموعة هيكون السلوك جذاب. وتالت مجموعة بقى بنحكيها أو بنقلدها هي محاكاة الأقوياء. والقوة هنا مش معناها العضلات وبس، احنا بنحب نحس بالشهرة والمكانة والعظمة والجاه والسلطان والغنى. زي مثلا حد معاك في الشغل عمال طاحن نفسه شغله وشايل فوق طاقته عشان يثبت نفسه ويترقى، عشان يحس بالشهرة والسلطة، وفي الراحة والجاي يقعدوا يقولوا له المدير راح والمدير جه. وزي واحد صاحبك في حجز الكورة جاب جون تلاقيه محزوق كده وقام قايل لك زي كريستيانو هو اصلا حته لف. وزي الناس اللي بتضايقني جدا دي اللي تلاقيه معاه ايفون وكل سنه يجدده، ومعاه ابل ووتش وكل سنه يجددها، ولابس ماركات، والغريبه ان هو اصلا مش لاقي ياكل وعايش سكلنا وبيهرب من صاحب السوبر ماركت وصاحبه اللي عليه ليهم فلوس. طب ليه يا ابني؟ لما تعيش على قد عيش عيشه اهل، عيش عيشتك يا ابني ربنا يهديك. اصل انت لما تصرف زي الغني مش هتبقى غني، انت كحيان يا محمد. ونيجي بقى لمسببات العاده السلبيه. لكل سلوك طوق سطحي ودافع أساسي عميق، ومن دوافعنا الأساسية حفظ الطاقة والأكل والشرب والحب والتناسل والاتصال والترابط مع الآخرين والحصول على الرضا والقبول الاجتماعي. والطوق تجسيد محدد لدافع داخلي. ولو جيت بصيت على أي منتج بيؤدي إلى تشكيل عادة فهتلاقيه ما بيخترعش دوافع جديدة، إنما مربوط بدوافع عميقة موجودة في الطبيعة البشرية. فلو أنت عاوز التواصل الاجتماعي هتلاقيك بتستخدم الفيسبوك، ولو أنت عاوز تحس بالرضا والقبول الاجتماعي هتنشر صورك على الانستجرام، نادي التفاخر الطبقي. ولو عاوز تحس بالهيمنه هتلعب العاب الفيديو، فانت اللي بتتحكم في الشخصيه وبتعمل كل اللي انت عاوزه فيها. وعاداتك دي حلول حديثه لرغبات عتيقه، وتفضل الدوافع الكامنه ورا السلوك البشري واحده، بس العادات اللي انت بتعملها بتختلف بناء على الزمن اللي انت عايش فيه. وفي طرق مختلفه لمواجهه الدافع الكامن نفسه. زي مثلا ممكن حد يتعلم تقليل التوتر بتمارين التنفس، وحد تاني يتعلمه بقراءه القران، وحد تالت بالجري، وحد رابع باسلوب سلبي ويدخن. فعاداتك الحاليه مش بالضروره تكون الطريقه الاحسن في حل المشاكل، بس هي دي الطريقه اللي اتعلمنا نحل بيها المشكله. وبمجرد ربط الحل بالمشكله فدايما هترجع له اول ما تواجه المشكله دي. فانت بتشوف الاشاره وبتصنفها بناء على خبراتك السابقه، وبعدين تحدد الاستجابه المناسبه. وكل ده بيحصل في لحظه. زي مثلا لو انت لسه عامل كوبايه شاي فهتسيبها تهدى كده وبعد شويه كده تقوم شاربها، عشان انت افتكرت اول مره شربت فيها الشاي وهو لسه نازل من على النار وبقك اتحرق، فبناء على خبرتك القديمه اتنبأت ان الشاي هيحرق بقك. وممكن نحس ان كل حاجه في حياتنا قايمه على رد الفعل، لكن في الحقيقه هي قايمه على التنبؤ. والسبب ورا عاداتك هي التنبؤات، والتنبؤات دي هي اللي هتوصلك للمشاعر اللي احنا بنصنفها لطوق او لشعور او لرغبه او لحافز. فلو اتنين شافوا سيجاره، في واحد فيهم بيدخن والتاني ما بيدخنش ولا حتى بيطيق ريحه السجاير، فالاول هيشوف السيجاره وهيتنبأ بالنيكوتين والتوتر اللي هيخف لبعض دقائق لما يشرب السيجاره، فهيجيله الشعور او الحافز او الرغبه ان هو يشرب سيجاره. والتاني هيتنبأ بالريحه اللي بتخنقه، فبالتالي ممكن اصلا يسيب المكان ويمشي. ولو درجه الحراره قلت 1 درجه فانت مش هتحس بالفرق، لكن لو قلت 20 درجه فانت
تحس بالبرد وتقوم على طول تلبس هدوم زياده عليه. وكان الشعور بالبرد هو الاشاره اللي حفزتك انك تزود هدوم، مع انك كنت حاسس بالاشاره طول الوقت، بس لما اتنبأت ان انت ممكن تعيا او يجيلك برد قمت زودت هدوم. لما اتنبأت ان انت من الاحسن انك تكون في حاله مختلفه عملت الفعل. والطوق هو شعور بان في حاجه ناقصه والرغبه في تغيير حالتك الداخليه، وفي فجوه بين حالتك الوقتي والحاله اللي انت عاوز تحس بيها، والفجوه دي بتكون السبب للفعل. وابسط الافعال بتخليك تحس بشعور مختلف عن اللي انت حاسه، حتى لو الافعال دي سلبيه، زي مثلا وانت قاعد كده طلبت معاك فجاه تاكل شيبس خل وملح، انت مش جعان، انت بس عاوز تغير الشعور اللي انت حاسه ايا كان بقى هو ايه، عاوز تغير طعم بقك او نفسك واخداك. وانت لما نشرت صورك على الفيسبوك فانت مش عاوز اللايكات، انت عاوز تحس بحاجه مختلفه، زي مثلا ان الناس بتحبك او تحس بالقبول الاجتماعي. والطوق المحدد اللي انت بتحس بيه والعادات اللي انت بتعملها هي في الواقع محاوله لاشباع دوافعك الاساسيه الكامله. ولو في حاجه نجحت في اشباع دافع معين هيكون عندك الطوق لتكرارها. ومع مرور الوقت هتتنبأ ان وجودك في السوشيال ميديا بيحسسك بالقبول الاجتماعي، وان انت ليك رأي وممكن تكتبه على اي حاجه وتعلق على اي حاجه. فالعادات بتكون جذابه لما بنربطها بمشاعر ايجابيه، وممكن نستخدم الفكره دي عشان تنفعنا بدل ما تضرنا. وعشان نعمل كده محتاجين نغير تفكيرنا ونظرتنا لسلوكياتنا. وعلى سبيل المثال كلنا بنبقى مجبورين على حاجات في يومنا، فلازم اصحى بدري عشان اروح الشغل، ولازم اعمل فطار عشان اروح الشغل فايق، ولازم نخلص التارجت علشان ما نتجزاش. لكن لو غيرنا تفكيرنا ونظرتنا للحاجات دي، زي مثلا انا اروح انام دلوقتي عشان اصحى الصبح بدري للشغل، عشان الحق انام شويه عشان اعرف اصحى الصبح بدري، عشان ما اتاخرش على الشغل والاقي فرصه اعمل فطار، واشد نفسي شويه في الشغل عشان الاقي فرصه اخلص فيها التارجت بتاعي. فانت لما غيرت كلامك غيرت الطريقه اللي انت بتشوف بيها الاحداث وغيرت تفكيرك، ونقلت السلوكيات دي من كونها عبء عليك لفرصه عاوز تنتهزها عشان تنجز الحاجه، فبالتالي بقت جذابه، لان مفيش حد فينا بيحب ان فرصه تفوته. واعاده صياغه عاداتك بحيث ان انت تركز على ايجابياتها مش سلبياتها هو الطريق السريع لاعاده برمجه عقلك وتخلي العاده جذابه اكتر. زي مثلا الجيم، هتقول لنفسك انا لسه هنزل واروح المشوار ده، وبعدين هنزل اشيل اوزان، وبعدين وهتعب نفسي، وبعدين اقعد لي اسبوع كل لما اتحرك حركه جسمي يوجعني. فانت لو بصيت لها كده مش هتروح الجيم اصلا. انما لو بصيت لها من ناحيه ان صحتك هتبقى حلوه ومش هتحس بالكسل على طول، ونشاط جسمك ونشاط دماغك وتركيزك هيزيدوا، وجسمك هيبقى شكله حلو وتلبس الهدوم اللي نفسك فيها، فهنا الامر اختلف تماما. فانت هنا خليت السلوك جذاب عشان ربطته بمشاعر ايجابيه، فبالتالي مش هيبقى تقيل عليك، فبالتالي فرصه تكراره هتزيد وهيبقى عاده. فبص على الجانب الايجابي وركز عليه باي فعل انت عاوزه يبقى عادة. التحول في العقلية مش سحر، لكن تقدر تساعدك في تغيير المشاعر المربوطة بأي عادة معينة. الخلاصة لو عاوز تبني عادة جديدة استخدم الاستراتيجية اللي بتلحم فيها السلوك اللي انت عاوزه يبقى عادة في عادة جذابة انت بتعملها. تاني حاجة ضم نفسك لمجموعة او ثقافة يكون السلوك اللي انت عاوزه يبقى عادة حاجة طبيعية وبيعملوها على طول. وتالت حاجة العادة بتبقى جذابة لما بتربطها بمشاعر إيجابية. ولو عاوز تبطل عادة سيئة ابرز مساوئها واربطها بمشاعر سلبية عشان تبقى غير جذابة بس. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. فلو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناة عشان يكون عندك الفرصة تطور من نفسك، وما تنساش تشوف الحلقة اللي فاتت لأنه قانون مهم وأساسي في تغيير السلوك. سيبها لك هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.